قرية مدن الكبيرة الكردية في منبج من عشيرة الكيتكان. عدد سكانها حوالي 2300 نسمة بما فيها المزارع التابعة لها. مساحة القرية حوالي 1600 هكتار. تتبع لمحافظة حلب منطقة منبج المركز. تبعد عن حلب شرقا 70 كيلومتر وعن منبج غربا 6 كيلومتر. يحدها من جهة الغرب مدن الصغيرة، ومن جهة الشرق مدينة منبج، ومن جهة الشمال قرية شويحة منبج، ومن الجنوب طريق الباب منبج وقرية أم الصفا. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون وخضروات بكافة أنواعها، وكروم الفستق والزيتون والعنب والتين. ويوجد في القرية معصر لعصر الزيتون. ويعملون أغلب أهالي القرية في تربية الأغنام والماعز والدجاج البلدي. أغلب سكان القرية يعملون في منبج في كافة مجالات من الصناعة والتجارة. القرية قديمة، وهم من أقرباء قرية العسلية الكردية ومن جد واحد، ولهم صلة قرابة مع كل القرى الكردية مثل قرية نعمان وقرية شاوة وتل جرجة وشبيران وتل شعير وقع القلبين. تعرض القرية إلى عدة سياسات تعريب وضغوطات حتى الجيل الجديد نسوا لغتهم، أما الكبار السن يتكلمون لغتهم الأم ومتمسكين بأصولهم الكردية وعاداتهم وتقاليدهم. أما في فترة الأزمة في سوريا تعرض إلى تخريب وتدمير أغلب منازل القرية من إجراء اشتباكات. أولها كان الاشتباكات بين النظام والفصائل، وبعدها اشتباكات بين داعش والفصائل لمدة شهرين. وبعد سيطرة داعش زاد المعاناة من ضغوطات على الأهالي بحجج أكراد كفرة، من اعتقالات ليلية وجرهم إلى دورات شرعية وقطع رؤوس أشخاص وتصليبهم في ساحات وعلى الطرقات، والهدف منه تفريغ القرية من سكانها الأصليين وتسكين غرب فيها، واستكمالا للمشروع التغيير الديمغرافي برعاية تركيا. في عام 2017 تم تحرير القرية على يد مجلس منبج العسكري ومشاركة القسدة، والآن يسكنها أهالي نسبة 90% والباقي في منبج والجزيرة. المعلومة من أحد أشخاص سكان القرية، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.